النهارده عندنا أكلة حلوة قوي من الأكلات اللي طعمها جميل وبتتاكل على طول في الأكلات المصرية. يا رب تجربوها هتعجبكم. هي البصارة دي طبق كده جميل بيتاكل بالعيش، ولو معاه بصل متبل بقى أو سلطة بس، وتبقى وجبة غذائية كاملة جدا. هنعملها ازاي؟ عندنا الفول المدشوش، بنسميه احنا الفول المدشوش، هو الفول المقشور ده اللي هو من غير قشر وبيبقى مقسوم اتنين فبنسميه مدشوش. هنجيب نص كيلو ننقعه، ومعانا حزمة بقدونس وحزمة كزبرة، وزي برضه عشان متتلخبطوش، حزمة الكزبرة بتبقى الورقة كبيرة والبقدونس ورقة صغيرة. وهيبقى معانا توم مفروم وملح وفلفل وكمون وكزبرة مطحونة وشطة، ومعانا بصلتين متقشرين. ده التوم بصوا دايما بفرمه طبعا بيبقى عندي، ومعانا نص كوباية دقيق كده. هنغلي مية وهنصفي الفول. ده طبعا الفول بنكون نقعينه على الأقل نص ساعة قبلها، وهنقطع عليه بصلة كاملة كده وتسيبه يغلي. وطبعا هنبقى واحنا نحط معاه كمان التوم، واحنا برضو ناخد بالنا ان من الريم اللي بيطلع الابيض ده كويس، يبقى بيطلع دايما مع البقوليات بنشيله بره. اول ما تبدأ الفولة تستوي هنزل بالبقدونس والكزبرة الخضراء متقطعين، واحط التوابل اللي عندي كلها، الملح والثوم والفلفل والكزبرة الناشفة والكمون. وعندنا بعد كده باجيب في طاسة أقطّع بصل شرايح، وأدّي له كده معلقة دقيق عشان يتحمّر معايا بسرعة، وأحمّره في الطاسة على جنب، ده للتزيين. بس كُلّه بقى استوى مع بعضه كده، أخلطهم كويس أوي بالبلندر هيطلع لي اللون ده. ولو حابين يعني لون أفتح من كده ممكن تقلّلوا الخضار، يعني بدل ما حزمتين تبقى نُص حزمة. وباحط معاها حوالي 3 معالق دقيق كبار كده عشان تديني السمك اللي انتوا شايفينه ده. وباخد بقى بستفيد بالزيت بتاع اللي انا حمرت فيه البصلة، بيدي طعم حلو قوي. وبس، وبقى بحطه بقى في الاطباق ولحد ما تمسك شوية كده، بتبقى طعمها جميل جدا وهتعجبكم، جربوها. ألف هنا.